مش عايز يكون زيه، ولكن ده غدر بيه وضربه، ونزلت الميه من السقف علشان النار. وعند لاروسو كان بيوري العربيات اللي عنده بتوع المعلم مياجي لروبي، وبعدها يبداوا يجهزوا المكان علشان يعملوه مدرسه للكاراتيه. وكان الشغل كتير، ولكن كان لاروسو بيعتبر ان هو تدريب. ورجع بعدها للبيت وحاول يخلي ابنه يتدرب معاه، ولكن من غير اي فايده. واماندا بتقول له عملت مدرسه للكاراتيه كده كتير عليك. فقال لها مش هسيب الاولاد مع المتنمرين في المدرسه، انا عارف ازاي ههزم كوبرا كاي. وعند جوني لا ان حد بيخبط وفكر ان هو جون، ولكن دي كانت كارمن ام ميجيل. جابت له عشاء علشان قاعد لوحده، وبتقول له ان هي متوقعتش ان هيكون في ناس كتير كده بيشجعوا ابنها، ولكن ما عجبهاش ان ميجيل كان شكله شرير في البطوله. فيطمنها ويقول لها ان كل حاجه هتكون تمام. ورن عليه جون وطلب ان هو يقابله في مكان معين. وسام فضلت تشوف صورها مع ميجيل لحد ما عملت له بلوك على الانستجرام. ودول كانوا بيحتفلوا بالفوز، وميجيل على جنب لا ان سام عامله له بلوك. وبيروحوا الاتنين علشان يحاولوا يواسوه، وايلاي بيقول له انت البطل، تقدر تكون مع اي بنت تعجبك. وراح جوني علشان يقابل جون وساله انت عايز ايه. فقال له انت عارف ان الكوبرا بتفضل مستخبيه طول الشتاء لحد ما يجي الوقت وتطلع من تاني، وانا كده بالظبط اخدت شويه في الجيش مستني، ولما رجعت لقيت ان الاطفال في المدينه دي بقوا مدللين جامد، علشان كده العالم محتاج كوبرا كاي من تاني. انا اقدر اساعدك. ولكن رفض جوني وقال له خليك بعيد عن طلابي، ما بقاش في معلمين في كوبرا كاي غيري انا وبس. وبعدها مشى. لاروسو فضل يوري روبي حاجات المعلم مياجي ويشرح له القواعد، زي ما كان المعلم بيقول له وهو صغير، وان اهم قاعده هي ان الكاراتيه للدفاع عن النفس وبس. والاتنين دول بيلاقوا ان في طلاب جداد، ولكن جوني بيقول لهم النهارده مش بقبل اي حد، تعالوا بكره. ويقول لميجيل وايلاي واحد منكم ضرب خصمه في الظهر والتاني ضرب اصابه خصمه بمزاجه، كده مش قوه. القوي هو اللي بيهزم خصمه، مش اللي بيضربه في الظهر ولا لما يكون مصاب. بعد كده ما عادش فيه غش من تاني علشان الحركات دي للجبناء، ويلا 50 ضغط كعقاب. فراح له ميجيل المكتب علشان هو معاقبه على الفوز، ويقول له انت اللي قلت لا رحمه وليه زعلان على روبي. فقال له انا ما عرفتش الفرق بين القوه والرحمه لحد ما اتدمرت، وانا لو ضغطت عليك فده معناه ان انت قوي وتقدر تستحمل اكتر من كده، يلا روح. عائشه بتلاقي ان سام جايه لها بعد التمرين علشان يخرجوا سوا، ولكن بتقول لها ان هم رايحين لبيت هوك اللي هو ايلاي، وتطلب منها انها تيجي معاهم علشان تتكلم مع ميجيل، ولكن بترفض. ويروح جوني يشتري ازاز ويلاقي ان الموظف عبيط شويه، وبيشوف لاروسو مع ابنه روبي، ولاروسو بياخد باله منه. حتى الموظف برضه عمال يقول له اي كلام. فقال له جوني روح انت جهز الازاز وسيبني انا شويه علشان يسالهم بتعملوا ايه هنا، وسابهم لاروسو علشان يتكلموا مع بعض. وقال جوني لابنه انا بحاول اتغير ومش عايز اي مشاكل بينا، وانا ما طلبتش من ميجيل ان هو يقتلك بشكل غير قانوني. ولكن بيرفض روبي ان هو يسامحه، وبيقول له ده حتى لاروسو احسن منك بكتير وعمرك ما هتكون زيه. فزعل جوني من كلام ابنه ليه بالطريقه دي. وبره لاروسو بيساله عن اللي حصل، فقال له هو مهتم بالقتال معاك اكتر مني، وكذب عليه. ولما رجع للبيت لا سام رجعت للتدريب من تاني، وبيعتذر ان هو ما اتكلمش معاها عن انفصالها مع ميجيل، ويقول لها تنضم للمياجي دو، بس اتعرفوا ان طلاب كوبرا كاي صحابها مش اعداء. وجوني بيفتكر كلام جون ليه لما كان قال له انا مش بعلم الضعفاء والمهزومين ولازم انك تكون قوي. وترجع سام بالليل علشان تنضم للمياجي دو اللي هي مدرسه لاروسو. ويرجع جوني يتاسف لجوني علشان كان قاسي معاه وهو صغير، وشويه كلام حنين، وان هو الراجل اللي دعمه، وده هي الجايزه اللي كان كسرها زمان وصلحها له من تاني. ومشى بعدها وبسرعه طلع وراه جوني. وتاني يوم طلع جوني وميجيل ومروقين على حالهم بعربيه جوني بعد ما عدلها. ويقوم روبي من النوم على حس حد في البيت، وراح هجم عليه بسرعه، وطلع ان هو حبيب امه، وان هما الاتنين دلوقتي هيسافروا للمكسيك لكذا يوم او حتى اسبوع. وامه بتقول له ان هي هترجع له من تاني. فقال له روبي لو عملت اي حاجه فيها هخلص عليك. وعائشه بترن على سام، بس طلع ان ميجيل هو اللي بيتكلم وبيحاول يصلح الامور من تاني، ولكن دي بتقول له هنتكلم بعدين، وتقفل السكه في وشه، ويعمل لهم لاروسو دايره علشان يدربهم جوه. وبيحاول مع الاتنين علشان يتحركوا بتناسق مع بعض. وجوني بيعرف الطلاب على الملاحظ الجديد اللي هيكون في كوبرا كاي جون، ويخلي ميجيل يستعرض مع الطلاب، ولكن دول بيهزروا ويحرجوا جون قدام جوني. فبدأ يزعق ويقول لهم بكره الساعه 5 واللي مش هيحضر هيكون مرفوض. ولاروسو عرف ان المنافس اخد افضل زباين عنده في الشغل، ولازم ان هو يفضل في المعرض الاسبوع ده علشان يبيعوا 10 عربيات ضروري وبسرعه. بدأ يلعب هو اماندا على عقول الزباين، وقدر ان هم يبيعوا ال10 عربيات في يوم واحد بس، وظبطوا المبيعات من تاني. وتاني يوم الصبح جون اخد الطلاب وجاب لهم شاحنه بخلاط اسمنت، وفي نفس الوقت
دلوقتي لاروسو بيخلوهم يطلعوا فوق لوح خشب علشان يتوازنوا سوا هما الاتنين، وعملوا شويه حركات بصعوبه على طول سقطوا في الميه. وجوني بيقول للطلاب عاوزين تكونوا الابطال لازم تكملوا التدريب في جوه اسمنت، لازم تفضلوا تحركوه علشان ما ينشفش، يلا ادخلوا جوه. ولكن الاطفال كانوا خايفين، الموضوع خطير. فبدا يتكلم معاهم جون ويقول لهم انتوا شويه جبناء، انا اللي حولت الراجل ده للمعلم بتاعكم دلوقتي، يبقى لازم تسمعوا كلامي وكمان كلامه. فطلع ميجيل جوه الخلاط مع هوك وكمان اتنين، وبداوا يحاولوا يلفوه، والموضوع صعب جامد لحد ما قدروا فعليا ان هم يعملوها. وكمان روبي وسام قدروا ان هم يتوازنوا اخيرا مع بعض. وجوني بيغسل الطلاب وهو بيشجعهم علشان عملوا انجاز. وسام تعرف ان روبي بقى عايش لوحده وعنده مشاكل في البيت مع الكهرباء وكمان الاكل، فتروح تتكلم مع ابوها عن الموضوع. وكان روبي في البيت ما عندوش الكهرباء فعليا ولا حتى اكل، ولقى لاروسو موجود قدامه على الباب وبيقول له ولا يهمك، واخده معاه للبيت. واماندا تتعاطف جامد مع قصه روبي عايش لوحده ما عندوش اكل ولا كهرباء، وكمان امه سايباه وهربت مع حد تاني. وقال لها لاروسو انا حاولت اتكلم مع امه ولكن مش بترد عليا، فقالت له عنده اب. وجوني بيشكر جون على المساعده النهارده وقال له اظن هتكون موجود بكره، فقال له فعليا لو انت عايز كده. وراح ميجيل بالاكل لبيت جوني ولكن ما لقاهش، وشاف صوره روبي عنده. ولاروسو بيتفاجئ برجوع جون من تاني، وجون بيقول له جوني هيرجع كوبرا كاي اقوى من الاول. ويمشي لاروسو وهو حاسس بتهديد من ناحيه جون. وتاني يوم جون ظبط حاله وجاب له لابتوب وكمان وصل واي فاي، مع انه ما كانش يعرف هما ايه اساسا طبعا بعد معاناه. وظهر قدامه اعلان للاروسو وهو بيضرب جوني زمان، بيروج لمدرسه المياجي دو وكمان بيهين كوبرا كاي. وده غير ان هو بيقول الاشتراك مجاني. وعلى الشط كان هوك وديمتري بيلاقوا معجبات بكوبرا كاي والدنيا بقت حلوه معاهم على اخر. فيقول له هوك هتنضم امتى لينا؟ فيوصل ميجيل ويتكلم معاها عن روبي. وفي نفس الوقت اماندا متضايقه ان لاروسو صرف نص الفلوس على التسويق لمياجي دو، وكده هو بيخسر الشغل جامد. فيقول هوك لميجيل انا فعليا اتاكدت على النت ان روبي هو ابن جوني، يبقى علشان كده تعاطف معاه في البطوله. وتقول لهم عائشه عن الفيديو بتاع لاروسو ان هو كده بيهين كوبرا كاي، وفي اتنين بيروحوا للمياجي دو. بس لما بيقول لهم لاروسو ان هم يدهنوا السياج فكروا ان هو كده بيستغلهم، وقالوا كوبرا كاي احسن بكتير من هنا وكمان مشوا. وجوني صور اعلان هو كمان علشان يرد على لاروسو، وبيروحوا الاتنين يتكلموا معاها عن روبي وعن ان هم عرفوا ان هو ابنه. ويسالوا هوك علشان كده بقى اتعصبت علينا في البطوله، انا مش بشتغل بالنظام ده وليكم عقاب لاخر الاسبوع. وفي المهرجان ده لاروسو هيعمل عرض علشان يعرض مهارات المدرسه بتاعته ويجيب طلاب. ولما جه جوني يمشي قال له جون ابنك بيتدرب عند عدوك، لازم انت اللي تدربه، ولو فاكر ده مستحيل فانا عمري ما فكرت ان كوبرا كاي هيرجع من تاني. فيروح وياخد ميجيل يتعشوا بره ويحكي له قصته مع روبي، وان هو في اليوم اللي اتولد فيه ما كانش موجود في المستشفى جنبه علشان كانت امه لسه متوفيه، وكمان ضغط زوج الاب عليه كانت حالته متدمره يعني في وقتها. وبكده انا خذلت ابني في اول يوم ليه، بس انا عمري ما هخذلك انت كمان. وبدا الاحتفال خلاص وجا الوقت بتاع عرض مدرسه مياجي دو، ولكن دخلوا بتوع كوبرا كاي مره واحده كده وبوظوا عرضهم وبداوا يعملوا شويه حركات وعرضهم الخاص، وكان واضح ان الجمهور كلهم حابينهم جامد. وجون بيكسر الحجاره بايده. بعدها راح ديمتري لكوبرا كاي علشان ينضم ليهم، وجون اللي كان موجود وعمال بيقول له على شويه قواعد على مزاجه علشان يتعلم بيها. ما كانش يعرف ان جون اغشم من جوني، وطلع يجري بسرعه وهو مضروب. روبي بيتكلم مع سام عن ان مياجي دو دفاعيه زياده عن اللزوم والناس عايزه شويه هجوم، هما كده مش واثقين فينا. وجوني بيلاقي صاحب المكان رفع الايجار من تاني علشان بقى عنده طلاب اكتر وكده فلوس اكتر. وطلع يتكلم مع الطلاب الجداد ومنهم الموظف، فقال له المكان ده للمراهقين، ولكن ده طلع فلوس وعادي وافق. ويقول لهم واضح ان فيكم شويه فشله، ولكن لو نفذتوا كلامي هتكونوا مقاتلين، وعلشان تكونوا مقاتلين لازم تقاتلوا البطل. مين مستعد يتقاتل مع ميجيل؟ فظهرت فجاه بنت وطلبت تتقاتل معاه، وواضح ان هي واثقه من قدراتها. فيسالها ميجيل متاكده وترفضه، وبداوا الاتنين ان هم يتقاتلوا مع بعض ويجيبها على الارض. فقامت من تاني وكانت بتهجم عليه وضربها، ودي تجيبه على الارض وعلى طول يشقلبها. ولما جاي يقومها غدرت بيه وثبتته. اما لاروسو والاتنين خرجوا بعربيه من بتوع المعلم مياجي ووصلوا للفندق يغيروا فيه جو، ولكن واضح ان روبي كان قلقان علشان اشتغل في المكان ده في الصيف قبل كده. اما توري بتتعرف على عائشه واللي بتقول لها انت كويسه جامد في القتال، ليه محتاجه كوبرا كاي؟ فتقول لها عايزه شويه اكشن. فتطلب منها عائشه انها تروح معاها للشط وتوافق. وديمتري يكلم هوك ويقول له ان المعلم جون اعتدى عليه بالضرب، وهوك بيقول له اياك تشتكي لاي حد علشان
علشان ما يحصلش اي حاجه لكوبرا كاي، وقال لميجيل على اللي حصل. فرجع لجوني جوه علشان قلقان من جون، وقال له ان هو اتعدى على ديمتري بالضرب. فقال له انا وجون نعرف بعض من زمان، وكل واحد فينا عنده مشاكله الخاصه، وده بقى معناه ان كل واحد فينا يستحق فرصه تانية، وما تقلقش انا هتصرف معاه. وبدا لاروسو يحاول ياخد اولاد صحابه لمدرسته، ووصلوا الاتنين لنفس الفندق برضه اللي كان موجود فيه روبي وكمان سام، وقال لها روحي اتكلمي معاها وتصالحوا هما الاتنين. وفعليا راحت لعند عائشه وسالتها ليه متضايقه، انتوا اللي بوظتوا العرض بتاعنا. فقالت لها علشان ابوكي يتريق على كوبرا كاي في الاعلان. وفضلوا يتكلموا لحد ما اتصالحوا هما الاتنين، بس بيروح موظف لعند روبي ويقول له انت حرامي. ولما جت اماندا قال لها بس انا كنت بطرد المقتحم ده. فقالت له على فكره المقتحم ده هو الضيف بتاعنا، وعلى طول مشى. ويقول لها روبي ان هو زمان كان بيسرق مع اصحابه وكان عنده طباع وحشه شويه، وهي اتفهمت ان كل واحد عنده اغلاط في حياته. وجوني لقى جون بيزعق في التليفون وقال له دي مشكله بس في الفندق ال5 نجوم اللي انا قاعد فيه، ومشى بعدها. وعند لاروسو بتيجي ام عائشه وبتقول لهم ان بنتها اتحولت خالص لاحسن بكتير، وان هي طالبه عند كوبرا كاي. وبكده الطلاب اللي كانوا موجودين قدام لاروسو هيروحوا لعند جوني، وشافوا عرضهم في المهرجان. اما توري سرقت 7 اب من الفندق، وسام مستغربه ازاي هي عملت كده، وتعرفوا على بعض هما الاتنين. وفضل جوني ماشي ورا جون وهو راجع للبيت من تاني، وفضل لاروسو ماشي على الشط لحد ما شاف واحد شبه المعلم مياجي، ولكن ده كان صياد وقال له شويه كلام كلهم حكم ومشى بعدها. وفي نفس الوقت اماندا مش بتلاقي المحفظه، وعلى طول سام بتشك في توري وتروح تتهمها بالسرقه، ولكن توري بتقول لها ما سرقتش اي حاجه. فتحاول تسحب الشنطه ولكن دي بتزقها على الاكل وتمشي بعدها. وروبي راح ولقى المكان اللي كان صحابه بيخبوا فيه الحاجات اللي هم سرقوها، بس يلاقيهم جايين وافتكر ضربهم ليه. فشغل الفيديو وطلع علشان يتقاتل معاهم، ولكن واحد من ورا غفله. وجوني لقى ان جون عايش في دار مسنين، ووصل لاروسو علشان يلحق روبي وتقاتل مع الثلاثه لوحده، وضربهم واحد ورا التاني لحد ما خلص عليهم. وفي نفس الوقت قعد جوني مع جون وعرف اللي حصل معاه بعد ما دمرت كوبرا كاي، وان هو خسر كل حاجة لحد ما بقى عجوز وفضل يعيش في أماكن زي دي. فقال له جوني قدامك فرصة ترجع لكوبرا كاي من تاني، بس لازم تشتغل بالطريقة اللي أنا أقولك عليها، لو موافق يا أهلا بيك. وفعليا بيوافق، ويروح روبي لعند لاروسو علشان يوريه الفيديو اللي هو صوره لما كان لاروسو بيضرب ال3 شبان لوحده، وهيعمل بيه ترويج للمكان علشان يجيبوا طلاب، ولكن بيرفض لاروسو علشان بيجدوه للدفاع عن النفس، وبيقول له مش عايزين فلوس، المدرسة عايزة الطلاب اللي هم محتاجينها. وهنا ظهر ديمتري قدامهم جاي وعاوز يتعلم عندهم، وجون يقدم المعلم التاني في كوبرا كاي للطلاب هو المعلم جون. وإيلاي بيفتكر زمان لما كانت أمه بتشتكي للمديرة إن هو بيتعرض للتنمر في المدرسة، وبيقول لها أنت كده هتخلي الكل يتريق عليا أكتر، ودخل يعيط في الأوضة. أما دلوقتي بقى حد تاني خالص، ده حتى إن هو مشغل الاتنين دول تحت إيده. أما ديمتري بيلاقي إن هو لازم يتهم كل السياج ده، ولكن عمال بيتكلم، حتى لما حاول يعلمه الحركات برضه بيتكلم وبيشتكي حرفيا من كل حاجة، ده حتى التأمل برضه مش نافع معاه. وكانوا المعلمين الاتنين شغالين مع بعض علشان يعرفوا الطلاب على الحركات، وعلاقته مع جون واضح ان هي اتحسنت عن الاول. ويكلموا عن ابنه من تاني، وهو بيقول له انا حاولت معاه من غير اي فايدة. اما توري بتحكها في ميجيل، وهوك بيلاقي ان ديمتري كتب تقرير وحش جدا عن كوبرا كاي بسبب جون اللي ضربه. وعند لاروسو بيدي توصية من امه علشان يخلي المعلم ده ما يزيدش عليه قوي في التدريب. ولما حاول معاه لاروسو لقاه مش فاهم ولا مستوعب اي حاجه، وبيروح جوني لبيت روبي بس ما حدش كان موجود جوه. ولما رن على مراته ما ردتش عليه وكان تليفونها مقفول. اما الشباب لما كانوا بيتغدوا بيروح ديمتري علشان يشتري قصص مصوره من المكتبه، ودوري تعرف ان ميجيل عامل حاجه لسام علشان يحاول يصلحها بيها، ولكن هي بتتضايق علشان مركز مع سام اكتر منها، وبتقوله لازم تمسحه علشان انت كده شكلك يائس على الاخر. وجوني راح لمعرض لاروسو وسأل الموظف عن روبي، ولما مرضاش يتكلم معاه ثبته وكان هيكسر دراعه، وعلى طول قال له على مكانه، وكان هو في بيت لاروسو. وبيروح حك لديمتري علشان المقال اللي هو كتبه وعمال بيقول له مسحه، ولكن ده مرضاش وقال له انا برضه عارف كاراتيه. فضربه هوك، وصاحب المحل لما اتكلم هو هرب على طول وراحوا بسرعه وراه. ولما راح لعند سام وروبي ما لقاهمش موجودين، ووصل هوك لعنده ومسكوه، وعلى طول جت سام علشان تدافع عنه هي وروبي،
وبدأ القتال بينهم كلهم وفضلوا يضربوا في بعض، وقدر روبي وكمان سام ان هم يضربوهم كلهم، وفي الاخر روبي يدي مقص الهوك ويخلص عليه. وفي نفس الوقت رجع جوني للبيت سكران وزعلان علشان ابنه موجود عند لاروسو، فتاخده كارمن لجوه بيتها، وكان واضح ان لاروسو مبسوط ان هم دفعوا عن ديمتري، وراح لعنده وقال له انت سريع جامد في الجري، وريني كده الشغل اللي اتعلمته. وبدأ يعلمه بالراحه واحده واحده، وتنفصل حبيبه هوك عنه علشان بقى هو بيضرب صاحبه ويعتبر دلوقتي المتنمر الجديد. فدخل يتمرن علشان يفضي غضبه لحد ما جاله جون وقال له لسه الحرب هتبدأ. وفي نفس الوقت جوني بيتكلم مع كارمن وبيعرفها ان زمان لاروسو دمر حياته ودلوقتي كمان اخد ابنه منه، فتشجعه كارمن. وميجيل ابنها كان موجود مع توري وبرضه بيجيب في سيرة سام وهي معاه، فتقول له كفايه تقول اسم سام من تاني، وكان واضح ان هي بقت بتحبه. وفي نفس الوقت واضح ان سام وروبي بدأوا ان هم يقربوا من بعض، وبيروح هوك ومعاه اتنين لمدرسة مياجي دو علشان يخربوها، وفعليا بهدلوا المكان على اخر واخدوا ميدالية الشرف بتاعة المعلم مياجي. حتى العربية اللي كان لاروسو اخدها هدية من المعلم مياجي بوظوها، وبسرعة ركب العربية وراح لعند كوبرا كاي، وكان متهم جوني باللي حصل ده. وجوني عمال بيقول له انا ما عملتش اي حاجة، ولكن لاروسو كان متعصب وعمال بيقول له انت ما تعرفش اي حاجة عن التقدير ولا حتى الاحترام. فرد عليه جوني وقال له لا انا ولا انت نعرف مين اللي عمل اللي انت بتتكلم عليه. فبدأ يتكلم لاروسو قدام الطلاب ويقول لهم معلمكم ده ما يقدرش يعلمكم اي حاجة تنفعكم في حياتكم، لو عاوزين مدرستي مفتوحة. فما يرضاش جوني ان هو يتقاتل معاه ويقول له هكون انا الكبير في القصة. وبعد ما طلع لاروسو خرج وراه شوية طلاب من عند جوني علشان يروحوا لمياجي دو. في الحلقة اللي فاتت رجع المدرب جون وقدر ان هو يمسك مكان في كوبرا كاي، وراح هوك مع زمايله خربوا مدرسة مياجي دو بتاعة لاروسو، وطبعا هو اتهم جوني في العملة دي، ووقف بعدها بيتفرج على المكان وهو زعلان وبدأ ينظف. اما جوني فضل يخليهم يتدربوا تدريب قاسي كعقاب ليهم لحد ما يعترفوا مين اللي عملها. وطبعا هوك مش راضي انه يتكلم عن اي حاجة، وجون بيقول لهم اكيد اللي عملها هينهار دلوقتي. ولما راح جوني يتكلم في التليفون خلاهم جوني يرتاحوا شوية، وهوك بيقول له لازم اعترف للمدرب، فرد عليه وقال له لا اسكت انا هتولى الامر. وجوني يطلع يقول له لازم امشي دلوقتي وانت اعرف مين اللي عملها. والتلاتة بيحاولوا يرفعوا الحجارة ولكن مش عارفين، لحد ما جالهم طلاب من عند جوني واعتذروا عن اللي عملوه ان هما كانوا بيحاولوا يضربوا ديمتري، وغير كده عايزين ينضموا لمياجي دو. وطبعا الطلاب كانوا مقلقين جدا الا يكون فخ يعني، ولكن لاروسو رحب بيهم في المكان. وراح جوني للمستشفى علشان يشوف صاحبه اللي كان اسمه بوبي، وهو شغال في كنيسة دلوقتي، وصاحبهم التاني مصاب بالسرطان. وبيفتكر جوني ايامهم سوا وجاي يزوره علشان التعب زاد عليه جامد. ووصل الرابع بتاعهم جيمي، وكده اكتملت الشلة من تاني. ولما سابوه ياخد العلاج قال انهم لازم يعيشوه يوم من ايام زمان يكون حر فيه، ولقوه فعليا كان جاهز. وفي نفس الوقت كان جون بيعذب الطلاب بالتمارين ويقول لهم اللي عمل المشكلة دي كان كل واحد فيكم علشان انتوا فريق واحد في الحلوة والمرة. ولاروسو بيعرف اماندا ان هو ما يقدرش يحضر الاجتماع، وواضح انه بدأ ينشغل في مياجي دو. وده غير ان ديمتري مش متفاهم مع كريس علشان حاول يضربه قبل كده، فقال لهم شايفين الحجر ده هترفعوه مع بعض انتوا الاتنين. وانطلقوا الاربعة على الموتوسيكلات زي زمان ويقعدوا يحتفلوا في حانة علشان يشربوا شويبس مع بعض. ويعرفهم جوني ان هو رجع كوبرا كاي من تاني. وفي نفس الوقت جوني بيعلم الطلاب ان هم لازم يخلصوا على الخصم بدون اي رحمة، ولكن بيوقفهم ميجيل ويقول لهم المعلم جوني مش بيعلمنا كده، مفيش شرف في القسوة. فرد عليه جون وقال له في العالم الحقيقي يا اما تكون فايز يا اما خاسر. ولاروسو بيحاول ينظف عقول طلاب جوني اللي كلها قسوة، بس روبي بره بيقول لسام مش عارف ابوك ازاي قبلهم، دول مستحيل يتغيروا. اما ديمتري كان عنده خطة لرفع الحجر ولكن بتفشل، والاتنين بيتخانقوا مع بعض من تاني. وروبي بيقول له المعلم ده لسه كوبرا كاي زي ما هو، فقال له لا كل واحد بيحتاج فرصة علشان انا كنت في كوبرا كاي قبل كده. ودول بيقولوا لجوني ان هو ما ينفعش يرجع جون لكوبرا كاي من تاني، فيقول لهم كل واحد بيحتاج فرصة تانية وهو خلاص واحد مختلف. وبعدها بيشوف شخص بيضايق بنت وعلى طول يمسك دراعه ويسحب الحلق من ودنه، وبدأ يتقاتل معاهم. وفريق جوني رجع لأيام الشباب من تاني، وكلهم فضلوا يضربوا في العصابة دي لحد ما خلصوا عليهم. ولاروسو بيحكي للطلاب لما كان طفل صغير كان اتخانق مع المعلم مياجي، وراح بعدها انضم لكوبرا كاي، وهناك اتعلم القسوة والعنف وبقى شخص تاني خالص. ويعرفهم ان اي حد بتغريه كوبرا كاي حتى انا، بس هتحطكم في مشاكل. والمهم دلوقتي اننا كلنا مياجي دو. ويتدرب ميجيل مع توري اللي خلاص حبوا بعض هما الاتنين، ويقول لها مش ملاحظة ان تعليم المعلم جون غلط شوية؟ فتحكي
وبتحكي له موقف عائلي خاص بيها عشان تعرفه ان فعليا زي ما كان بيقول لازم تكون قاسية. وديمتري بيتعاون مع كريس علشان يرفعوا الحجر هما الاتنين، وفعليا قدروا ان هما يعملوها مع بعض. وبالليل تومي بيقول لجوني ان هو كان معجب بآلي اكس الثانوية، بس انت سبقتني ليها ومن وقتها قررت اني اكون جريء زيك. وتاني يوم ميجيل بيعتذر لجون علشان شك في تعليمه امبارح، وواضح ان جون بدأ يلعب بطريقته. ويصحى جون على حس اصحابه وهم بيعيطوا على موت تومي، وبعدها جت الاسعاف ولكن كان فات الاوان. وتاني يوم اماندا بتلاقي جوزها راح للمدرسة بدري جامد، وتقول له هتيجي للعشاء مع موظفك انوش، فقال لها هاجي وقفل. ويتفاجئ بجون موجود قدامه وبيقول له شكرا ليك، اخدت اضعف طلابي، بس خلي بالك انا مش هتساهل معاك، جهز طلابك. وفي كوبرا كاي ميجيل بيعزي جوني في وفاة صاحبه، بس لما دخل للمكتب لقى ان جون اخد مكانه وكمان هياخد الطلاب للغابة علشان تمرين كايوت كراك. فقال له مش مستعدين لسه، ولكن جون كان مصر على الموضوع وفعليا هيروحوا. وطلاب لاروسو كانوا بيموتوا من الحر بره علشان لاروسو مصر ان هو يوصلهم لاقصى قدراتهم. وفي نفس الوقت جون بيقسم الطلاب فريقين، وكل واحد هيحاول ياخد الشريط اللي على راس التاني، واللي هيتاخد شريطه هيخسر والبقاء للاقوى. وبدأ لاروسو يدرب طلابه واولهم روبي، بعدها ديمتري المسكين اللي كان بينضرب على طول. وسام تطلب راحة من الحر ده، فقال لهم انا عندي فكرة. اما في الغابة كان التدريب شغال، وبسرعة توري وميجيل يستلم واحد من الفريق التاني ويخلصوا عليه بعد ما ياخدوا الشريط. وكان شايفهم جوني ومش عاجبه الموضوع. ولاروسو ياخد طلابه لجوه تلاجة علشان ما عجبهمش الحر، ويقول لهم لازم تتكيفوا على اي جو. وكانت مستنياها اماندا مع انوش، ولكن برضه هو مش جاي. اما هوج بينزل من فوق على الخصم علشان ياخد منه الشريط، وطلع ان موجود معاه وسام الشرف بتاع لاروسو. وميجيل شافه وجا دور سام، وقدرت ان هي تضرب خصمها وتتعادل في القتال مع روبي. ومن تاني دور ديمتري واللي دايما بينضرب. وكانت اماندا بترن، ولاروسو بيقول لديمتري دايما بتتوقع الاسوأ، استخدم ده لصالحك وتوقع الضربات. وفعليا قدر يصد الضربه بس انضرب. وفي الغابه ما تبقاش غير هوك وميجيل، واللي بيقول له انت اللي هجمت على مياجي دول وكمان سرقت وسام الشرف بتاعهم. فرد عليه وقال له لو عايزه تعالى خده. وهجم عليه وبداوا القتال مع بعض هما الاتنين لحد ما ضربوا ميجيل وقلبوا على الارض، وكمان اخد الشريط والوسام بتاع الشرف. والمفروض دلوقتي فريق ميجيل هو اللي فاز، بس فجأة بيطلع تشوبس من تحت الارض وبياخد الشريط من ميجيل، وكده الفريق التاني هو اللي فاز. فيروح جوني ويسأل ميجيل ليه ضربت هوك بعد ما فزت عليه. فرد عليه وقال له انها طريقة المعلم جون في التدريب. وواضح كده ان جوني مش عاجبه الموضوع. وبالليل لاروسو عرف ان خلاص موظفه انوش ساب الشغل علشان خصمه في المجال عرض عليه شغل براتب اعلى، وانت ما جيتش علشان تتكلم معاه ولا قادر توازن بين شغلك ومدرستك. وتعرفوا كمان ان بقالها فترة هي اللي شايلة الشغل لوحدها، وان هو لازم يركز شوية وتمشي. وروبي بيلاقي ميجيل على الباب وبيقول له انا مش عايز قتال، انا جايب لكم دي بس، انا ماليش علاقة بالموضوع. وعرف سام ان مش كلنا وحشين، وبعدها مشى. ولما نزلت سام مرضاش يقول لها ان هو اللي كان موجود ولا حتى جاب وسام الشرف. ويروح جوني يتكلم مع جون عن تدريبه السيء للطلاب، فقال له بعلمهم الهجوم الاول وكمان القوة من غير رحمة. وهنا المشكلة علشان جوني عايز يغير كوبرا كاي للاحسن، ويقول له في فرق بين لا رحمة وبين لا شرف. فقال له جون في الحرب ما فيش شرف، وغلطتك الوحيدة يا جوني هي الضعف. لو انت مسؤول عن الطلاب فانا مسؤول عنك عشان انت لسه الطالب بتاعي، ولو فضلت على حالك ده هتغرق خلي بالك. فرد عليه جوني وقال له فكرت الموضوع هينجح، ولكن لا مش عايز اشوف وشك تاني هنا. اما تاني يوم بيروح جوني علشان ينقض على كارمن ام ميجيل، ولكن ده كان بيحلم. ولاروسو مطرود من بيته عند امه علشان اماندا زعلانه منه. وديمتري بيلاقي وسام الشرف مرمي على الارض في مياجي دو، وروبي عامل نفسه ما يعرفش اي حاجه. ولما راح جوني لكارمن لقاها مع حد تاني وتعرفهم مع بعض. اما لاروسو بيحاول يصالح اماندا بالاكل اللي هي بتحبه، ولكن ما نفعش علشان اتغدت اصلا. ويروح ميجيل يصلح اموره مع هوك صاحبه، والطلاب مستغربين هو فين المعلم جون. وجوني بيعرفهم ان هو خلاص مشى ومش راجع تاني، ويعرفهم ان كوبرا كاي بتاعته بقت قديمه، احيانا لازم يكون في رحمه وتشغلوا دماغكم. فيروح ميجيل يعرفه في المكتب ان هو ممكن ينزل تطبيق للمواعده علشان يلاقي حبيبه او كلام من ده يعني. وفعليا في البيت بينزله له وبيظبط له كل حاجه. ويبدا بعدها بقى المعلم جوني يخرج مع بنات كتير. وام لاروسو بتلاقيه قاعد بيشوف صور زمان وواضح عليه الزعل علشان اماندا غضبانه عليه. وفي نفس الوقت جوني بيكتب رساله لآلي اكس الثانويه، وبتيجي واحده تحكها فيه. وخرج بالليل روبي مع سام، ويتفاجئوا ان توري شغاله في نفس المكان ومعاها ميجيل. واضح ان سام متضايقه. وفجاه جوني بيشوف الشخص اللي كان مع كارمن بيتكلم عنها
وعن ان هو بيستغلها وبس كده بيتسلى بيها. والسكيت بتاع سام بينكسر وتروح تبدله وبيروح لعندها ميجيل بالصدفه وتشوفهم توري وهم واقفين مع بعض، وميجيل بيقول لها انا عايز اصفي النيه بينا مش اكتر. وجوني لما شاف الراجل خرج طلع وراه بسرعه وقال له سمعت كلامك عنها، وعلى طول نزل فيه ضربه وقال له اياك تقرب منها من تاني وتوري تخبط سام بالقصد، ولكن دي على طول تزحلقها. والكل بيفكر ان سام هي اللي غلطانه ويطردوها لبره. اما لاروسو بيروح بالبدله علشان يصلح المشكله مع اماندا وياخدها للعربيه علشان تفتكر ايام فاتت وكل حاجه رجعت زي الفل من تاني. ولما راح جوني لقى كارمن مستنيها الشخص اللي هو ضربه، ولكن واضح انه مش جاي، فيطلب منها انها تخرج معاه. وتعدي الايام وكله بيتدرب في المدرستين سواء كوبرا كاي او حتى مياجي دو. وميجيل بقى مرتبط بتوري وروبي مرتبط بسام، واللي بيلاقي امه موجوده قدامه وفضلت تتاسف علشان غلطت وراحت مع حد للمكسيك وسابته لوحده. وكمان بتعرفه انها بتحاول تصلح نفسها وهتروح مستشفى تتعالج من الادمان، فانبسط ان هي خلاص هتبطل شرب. وبتقول له لاروسو حابب وجودك هنا بس ممكن تقعد مع ابوك علشان تقربوا من بعض انتوا الاتنين، وهو اصلا مهتم بيك وعايزك معاه. ويروح جوني علشان يخرج مع كارمن. اما سام تعرف ان صاحبتها هتعمل حفله في البيت وامها تعرفها ان هي خارجه مع ابوها للعشاء النهارده، وكده سام هتروح للحفله وبتفتكر الهديه اللي كان جابها لها ميجيل. وفي المطعم كان جوني وكارمن قاعدين ويتفاجئوا ان لاروسو جاي هو كمان لنفس المطعم، والمفاجاه الاكبر ان مفيش اي ترابيزه غير اللي جنبهم، وكده هيفضلوا جنب بعض. وراح كل طلاب مياجي دول للحفله ولقوا هناك كل طلاب كوبرا كاي حتى ميجيل وتوري. فتقول سام لصاحبتها ليه ما عرفتنيش ان هم هنا، فترد عليها وتعرفها انها عاوزه تلطف الامور بين الفريقين. وهنا لاروسو بيتريق على مشروب جوني البسيط، وبدا كل واحد يلقح بالكلام عن التاني وعن ان مدرستي احسن من مدرستك. فتقول لهم اماندا طب خلصتوا، وكارمن كمان تقول لهم طب ما نجمع الترابيزتين مع بعض. والحفله كانت رايقه على الاخر، وتوري بتهزم كل اللي بيتحداها في شرب البيبسي. ولما تشوف سام تتحداها ويطلعوا قصاد بعض هما الاتنين. وفي المطعم الاربعه قعدوا مع بعض وتسيبهم كارمن واماندا بحجه الحمام علشان يتكلموا مع بعض. فبداوا يتكلموا عن المشاكل اللي عملوها كل واحد للتاني. وعرف لاروسو اللي عمله جوني مع المدرب جون وان هو عاوز يغير كوبرا كاي للاحسن. وبكده شبه اتصالحوا مع بعض هما الاتنين. وبيحاول ديمتري يتكلم مع هوك ولكن بيكب عليه المشروب ويقول له لسه جبان زي ما انت. وبره كان لسه التحدي شغال وواضح ان سام خلاص على اخرها، ولكن توري هي اللي بتسقط. وبالليل روبي بيلاقي ان سام تقلت في الشرب على الاخر، حتى عائشه بتقول لها كفايه. وتعرف سام ان لا هي ولا حتى ميجيل ليهم علاقه باللي حصل لمدرستهم. امال فاكره ميجيل رجع وسام الشرف لروبي ليه؟ فاستغربت سام وطلعت تشم شويه هوا. وديمتري بيفضح هوك قدام الكل ويقول لهم ده بيتبول على نفسه وهو نايم. وبيروح ميجيل يتكلم مع سام وهي تتاسف ليها علشان ما عرفتش ان هو اللي رجع وسام الشرف من تاني. وتشوفهم توري واقفين مع بعض. ولما مشت قال لها ميجيل ان هو بيحب توري. ودلوقتي هيبدا القتال بين المدرستين لحد ما جت الشرطه والكل بدا يهرب من المكان. فتقول سام لروبي ان هي ما تقدرش تروح بالشكل ده قدام اهلها. ويتفاجئ جوني ان هو جايبها لعنده. وتاني يوم لاروسو مش بيلاقي لا سام ولا حتى روبي ولا اي حد بيرد على التليفون، بس قدر ان هو يحدد مكان تليفونها وطلع في الحي اللي فيه جوني. في نفس الوقت كان روبي بيشوف الرسومات بتاعته وهو صغير وراح يتكلم مع ابوه ويشكره علشان استقبله عنده. وبره وصل لاروسو وشاف عربيه جوني وراح يخبط بسرعه عليهم. فقال له جوني خليك جوه في الاوضه وانا هتصرف معاه. وطلع قال له بنتك موجوده هنا ولكن اهدى، مش هدخلك جوه البيت غير لما تهدى الاول. فيتعصب لاروسو ويخبط الباب في وش جوني. وبدا القتال بين الاتنين جوه البيت وكانوا بيكسروا في المكان حرفيا وهم بيتقاتلوا لحد ما طلع سام وروبي عشان يفضوا الخناقه. وزي ما هو متوقع لاروسو بيلوم روبي على كل اللي حصل ومشى. وفي المدرسه ميجيل مش عارف يتواصل مع توري من بعد الحفله. ولاروسو يعاقب سام ان هو اخد عربتها منها وهو اللي هيوصلها للمدرسه. وجوني بيوصل روبي هو كمان وحاول يتكلم معاها زي الاباء. وبعدها يقابل سام جوه وتقول له ان هي اللي غلطانه في اللي حصل كله وتتاسف. فيعترف ليها ان ميجيل رجع وسام الشرف ليه من تاني، ولكن مرضاش يقول لها علشان خاف ترجع له. وقبل ما تعترف ليه ان هي باست ميجيل في الحفله يرن جرس الحصه. وتشوبسي كان بيقدم على وظيفه الامن في المدرسه. وتوري بتتكلم في الميكروفون والكل بيسمعها وهي بتهدد سام وخلاص هيتقاتلوا مع بعض هما الاتنين في الممر. وميجيل وكمان روبي بيحاولوا انهم يوصلوا لعندهم بسرعه. وبدا القتال بينهم ويحاول روبي ان هو يحوش لحد ما جه ميجيل ودخل فيها على اخره بكل قوته. وكمان وصل هوك ونزل ضرب فيهم كلهم. وكده
كده المدرستين داخلين في بعض في المدرسة، وكل واحد مستلم التاني ويضرب فيه، وميجيل وروبي مش راحمين بعض على الاخر ولا حتى توري وسام. فوصلت شوبس ونزل ضرب في طلاب مدرسة مياجي دو، ووصل القتال للريسبشن لحد ما وصل ديمتري وشافه هوك وجرى وراه بسرعة، وطلع ميجيل عشان يحاول يوقف سام وتوري، ولكن روبي مش سايبه. ولما طلع روبي عن ايلو وتوري تلبس القبضة الحديد وخلاص وصل هوك واتقاتل مع ديمتري، ولكن طلع ان ديمتري اتعلم شوية حركات واداله على طول في وشه. ولسه القتال شغال بين روبي وميجيل وبين توري واللي عورت سام، فتقوم بسرعة وتوقعها من فوق السلم، وميجيل ينزل ضرب في روبي وهو يقوم يرد عليه بالضرب. بعدها جابوا ميجيل على الارض وكان يقدر يكسر دراعه، ولكن مرضاش لما افتكر كلام جوني عن الفرق بين الرحمة وبين الشرف، وميجيل اختار الشرف، ولكن روبي غادر بيه واداله ضربة على غفلة ووقعه من الدور التاني على حرف السلم وانصدم وهرب بسرعة، ده لو فضل حي.